السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف، الصوم. ولكن ماشي غير في رمضان، الايام العادية غادي نكتشفوا كيفاش الصوم كيعطيك فوائد روحية وعقلية وجسدية وكيقربك لربنا. خليك معايا، بسم الله. اول حاجه، الصوم كيطهر القلب وكيقربك لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في وسط واحد الحديث: الصوم جنه. يعني الصوم هو الدرع ديالك ضد الخطايا. ملي كتصوم غادي تحس بواحد الراحه في قلبك وهدوء في حياتك اليوميه. ثاني حاجه، الصوم كيعلم الواحد باش يصبر وكيزيد التركيز. مثلا ملي كتكون صايم كتعلم تحبس الغضب تاعك. الا ما حبستيش يمكن تهرس الصيام تاعك، وتعاود تحكم في راسك في شحال حاجه اخرى، وحتى التركيز ديالك في المدرسه كتحسن، تكون خفيف شويه. هذه مهاره مهمه بزاف في حياتنا اليوميه. ثالث حاجه، الصوم كيعاون الجسم ينقي راسو. كتحس براسك خفيف، الطاقه ديالك كتزاد، وحتى الهضم كيتحسن. واخا كتكون شويه عيان في الاخر تاع الصيام، ولكن في الاول كتكون عندك الطاقه مزيانه. ملي كدوز النهار بلا ما تاكل، الجسم تا هو كيرتاح وكيولي مستعد لاي تحدي. يمكن لك تصوم في ايام اخرى من غير رمضان، بحال الاثنين والخميس اللي هما صيام سنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان كيصوم في الاثنين والخميس. ولا تقدر تصوم غير في الايام البيض، اللي هما 13 14 15 من كل شهر يجري. فيهم اجر كتير. المهم تبدا بشويه، تاكل شي حاجه خفيفه في السحور، ومن بعد المغرب ما تكثرش بزاف باش ما تخرجش على راسك وعلى صحتك. راه غير نهار واحد في الاسبوع غادي يعطيك فرق كبير في حياتك. انا السيمانه اللي فات صمت اثنين، وصدقوني حسيت براسي خفيف ومركز في الامتحانات اللي عندي، وحتى في المدرسه التركيز كان متحسن، وما غتحسش بالضغط كثير بحال الايام العاديين. بغيتو نتوما تعرفوا الفوائد كي دايرين، جربوا وغادي تشوفوا الفرق. وهادو هما الفوائد ديال الصيام. جربوا تصوموا غير نهار واحد في السيمانه وتشوفوا الفرق براسكم. وما تنساوش الصوم ماشي غير جوع، الصوم هو تدريب على الصبر والتركيز والتقرب الى الله. الى عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك ومتابعه، وصيفطوا الفيديو لاصحابكم، وبالتوفيق في الصيام ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.